السلام عليكم، صباحكم سعادة وتفاؤل وراحة بال، يا رب جميعا تكونوا بخير. وصفة النهاردة تقدري تعتمديها في 3 وصفات، تقدري تاخدي منهم الوصفة اللي تريحك. اول حاجة ممكن تعتمديها لو انت عايزة تعملي لحمة بالشوربة، وتاني وصفة تقدري تعتمديها لو انت عايزة تعملي لحمة بالبصل، والتالتة هتكون لو انت عايزة تعملي طاجن بطاطس باللحمة. يعني اللحمة اللي انا هعملها معاكم النهاردة عدت بالثلاث مراحل دول، فانت ممكن تقفي عند اي مرحلة فيهم وتعتمديها كوصفة. وممكن تعملي زي ما انا عملت علشان في الاخر توصليها للشكل اللي انت شايفينه ده. يعني هي وصفة مرنة جدا، تقدري تعملي فيها زي ما انت عايزة، كمان تقدري تدخلي فيها خضار كتير وتقدري ما تحطيش فيها خضار خالص، تقدري تعمليها كبسة. هي كل مرحلة فيهم ليها طعم مختلف، بين كل مرحلة والتانية بتتنقل نقلة مختلفة خالص. فيلا بينا نبدأ الفيديو بتاع النهاردة ونقول بسم الله ونشوف هنعمل ايه. بس حابة افكركم قبل ما نبدأ الفيديو، يا ريت اللي ما عملش اشتراك في القناة يشترك وكمان يفعل الجرس ويعمل لايك علشان ده بيساعد القناة ان هي تكبر. ويلا نقول بسم الله ونشوف هنعمل ايه. اول حاجة انا هستخدم كيلو من اللحمة، تقدري تستخدمي اي نوع لحمة بتفضليه، يعني الوصفة دي ملهاش قطعية لحمة معينة. وفي حلة على النار حطيت معلقتين كبار من الزيت، وكمان قطعة من الدهن كانت جاية مع اللحمة، فلما بلاقيها بحب استخدمها جدا، اولا لانها صحية، تاني حاجة لانها بتدي طعم حلو قوي. وهسيب قطع الدهن على النار شوية قبل ما احط اللحمة لغاية لما تنزل الدسم اللي فيها، وبعد ما تنزل الدسم هنزل عليها بقطع اللحمة. بس اهم حاجة تكون النار عالية علشان انا عايزة اللحمة تاخد طبة، ومش بس تاخد طبة، انا عايزاها كمان تاخد لون. يعني هتفضلي تشوحي في اللحمة شوية لغاية لما تاخد لون حلو كده، يعني بمعنى اصح زي ما تكون بنحمر اللحمة. وبعد ما اللحمة تاخد لون هنزل عليها بالتوابل الصحيحة اللي هي ليمون مجفف وحبهان وقرفة خشب وقرنفل، ورق لورا، نجمة اليانسون، كبابة صيني، يعني اي توابل عندك صحيحة حطيها، وده اللون اللي انا عايزة اللحمة توصله. وهقلبها مع التوابل شوية علشان ريحتها تكون حلوة. وبعد ما قلبت اللحمة شوية مع التوابل واخدت اللون الحلو ده، هحط عليها مية مغلية، بس بلاش كمية المية تكون كتير علشان طعم المرقة يكون حلو، او كمية المية اللي انت هتحطيها حسب كمية اللحمة اللي انت هتستخدميها. وكمان هحط معلقة كبيرة من الملح، معلقة صغيرة من الكمون، معلقة صغيرة من الفلفل الاسود. انا حطيت الملح من البداية علشان انا هستخدم الحلة الضغط، لكن لو انت هتستخدمي حلة عادية بلاش تحطي الملح من البداية علشان بيأخر وقت التسوية. وهشيل الزفارة اللي بتكون على وش المرقة وهغطي الحلة واسيب اللحمة تستوي تسوية كاملة. لغاية هنا تقدري تعتمدي الوصفة الاولى اللي هي اللحمة بالشوربة، والشوربة هتطلع معاكي حلوة جدا، تقدري تعتمديها كمان لو انت عايزة تعملي كبسة. اما الخطوة اللي جاية دي تقدري تعتمديها لو انت عايزة تعملي صينية لحمة بالبصل بس. انا في طاسة على النار حطيت 3 معالق كبار من الزيت، وحطيت بصلاية كبيرة وقطعتها شرايح رفيعه، وهقلب البصل مع الزيت شويه، بس مش عايزه البصل ياخد لون خالص، انا عايزاه يا دوب بس يلمع من الزيت، كمان مش عايزاه يوصل لمرحله ان هو يكون دبلان. انا عايزه البصله تكون صحيحه كده ومحتفظه بقوامها. ولما شرايح البصل كلها تشرب كده من الزيت هحط معلقه صغيره من الثوم المفروم الناعم وهقلبها مع البصله برضو مش فتره طويله، يعني هقلب شويه لغايه لما ريحه الثوم تطلع، وبعدين هحط عليهم قطع من الفلفل الاخضر الرومي والحار وكمان فلفل الوان. اللي اقصده من التقليب السريع او من الخطوات السريعه دي ان انا ما اسيبش الحاجه كتير على النار، بين كل اضافه والتانيه بقلب تقليبه بسيطه بس. لكن في كل ده لو تلاحظوا ان البصل لسه محتفظ بلونه وقوامه، ان انا عايزه المكونات اللي انا هستخدمها تفضل محتفظه بقوامها وشكلها لغايه لما تيجي تغرفيها ما تحسيش ان هي دابت او مهريه او مش لاقياها مثلا في الاخر وتحولت لصوص. علشان كده بقلب سريع، وبين كل مرحله والتانيه ما بسيبهاش كتير. فالنقطه دي مهمه جدا علشان يطلع شكلها زي اللي انت شفتيه في اول الفيديو. اما تيجي تغرفي تلاقي شرايح البصل زي ما هي والفلفل كمان زي ما هو، لان بيكون طعمهم حلو قوي لما تحطيهم على الرز. وكمان حطيت حبيتين من الطماطم ومعلقه كبيره من هريسه الفلفل الاحمر الحلو اللي انا عملتها معاكم قبل كده، ومعلقه كبيره من هريسه الفلفل الاحمر الحار. وهحط معلقه كبيره من الملح، معلقه صغيره من الكمون، معلقه صغيره من الفلفل الاسود، نص معلقه صغيره من الحبهان المطحون، ومعلقه صغيره من الزعتر، ونص معلقه صغيره من السبع بهارات. انا بس حابه اقول لكم ملحوظه، المعالق اللي انا بستخدمها معالق البهارات اللي هي الصغيره، وطبعا المكونات دي كلها حسب الرغبه تقدري تستبدليها او تستغني عنها. وهقلب البهارات تقليبه بسيطه. لو تلاحظوا كل ده البصل لسه ابيض يعني لونه مغيرش، وبعدين هحط كوبايه من الشوربه اللي احنا لسه عاملينها. طبعا لو انت هتعملي الخلطه دي لازم اللحمه تكون استوت علشان تقدري تاخدي المرقه بتاعتها، وكمان علشان نبدا نرصها في الطاجن على طول علشان الخلطه دي ما تقعدش في الشوربه كتير وتتهري. لان انا بعد ما حطيت كوبايه المرقه على البصل هسيبها تغلي بس دقيقه واحده مش اكتر من كده، وبعدين هطفي عليها. وزي ما انتم شايفين اللحمه بتاعتي كانت استوت خالص، وكمان واخده لون حلو قوي، والشوربه زي ما انتم شايفين كده شكلها يفتح النفس بجد، وكان طعمها حلو جدا لحد هنا. والمرحله الثانيه من الوصفه خلصت. لو انت هتعملي لحمه بالبصل هتقفي عند المرحله اللي فاتت دي لغايه لما عملنا البصل وحطينا فيه المرقه، هتبداي ترصي فيه اللحمه،
وهتسيبيها شويه على النار او تدخليها الفرن تاخد بس لون. ومن اول هنا هتبدا المرحله الثالثه من الوصفه. انا جبت طاجن وحطيت فيه شرايح من البطاطس، طبعا ده اختياري، لو انت مش عايزه ممكن برضو تعملي طاجن لحمه بالبصل وتحطي اللحمه والبصل في طاجن وتدخليهم الفرن، برضو هيكون حلو جدا. بعد ما رصيت البطاطس حطيت عليها نص كميه الخلطه اللي احنا عملناها بتاعه البصل، وبعدين هرص قطع اللحمه وارجع احط عليها باقي الكميه بتاعه خلطه البصل والطماطم. وطبعا احنا بعد ما حطينا كوبايه المرق على البصل سيبناها تغلي دقيقه واحده بس، فبالتالي في البصل صوص كتير زي ما انتم شايفين كده. هننزل بقى ببقيه الكميه دي على وش الطاجن ونفردها كويس، وبعدين هحط عليها معلقه من السمنه البلدي، طبعا دي اختياري بس هي بتدي ريحه للطاجن وهو في الفرن حلوه جدا، يعني بتجوعك كده قبل ما تقعدي على الغدا. وطبعا علشان انا استخدمت بطاطس نيه فلازم ادخلها الفرن علشان تستوي، فغطيت الطاجن بورقه من الزبده وبعدين حطيت ورقه فويل وهدخلها على فرن ساخن مسبقا على درجه حراره 200 في الرف اللي في النص. انا اخدت معايا 45 دقيقه بس. وزي ما قلت لكم ممكن تستغنوا على البطاطس وكمان ممكن تزودوا معاها اي نوع خضار انتوا بتفضلوه. وانا هقدم مع الطاجن رز بسمتي، انا هعمله بطريقه الكبسه علشان طبعا هاخد من المرقه غير الرز بسمتي المبهر اللي انا عملته لكم في فيديو منفصل قبل كده، كان بنفس الطريقه طبعا ونفس البهارات، بس بدل ما اسقيه بالمرقه سقيته بالميه بس، حطيت نفس البهارات ونفس المكونات وكل حاجه. فتقدري تعتمدي طريقه الرز بس. لو انت هتعملي اللحمه شوربه مش هتعمليها بصل ولا طاجن، تقدري تعملي الرز ده جنبها وتحطي فيه كمان اللحمه، وهتقلبي الوصفه على انها كبسه وهتكون معاكي حلوه جدا. تعالوا اقول لكم بقى انا عملت ايه. انا حطيت معلقتين كبار من الزيت وحطيت كمان معلقه كبيره من الزبده، ما تكتريش في الدهون قوي علشان هنسقيها شوربه، الشوربه بتكون دسمه. وبعدين كالعاده حطيت الجزرايه بتاعتي اللي ما بستغناش عنها ابدا في اي نوع رز بسمتي انا بعمله، وهقلب الجزرايه لغايه لما تنزل اللون في الزيت، وبعدين هحط بصلايه تكون مبشوره او متقطعه صغير خالص، وهقلب البصلايه شويه مش عايزاها تاخد لون. وبعدين حطيت معلقه صغيره من الثوم المفروم الناعم ومعلقه صغيره من الجنزبيل الفريش المفروم، وهقلبهم مع بعض شويه لغايه لما ريحتهم تطلع. وبعدين هحط التوابل الصحيحه وهقلبها في الزيت شويه علشان تتحمص وريحتها تبقى حلوه. وبعد كده هحط كوبايتين من الرز البسمتي المغسول والمنقوع نص ساعه بس، وانا بنقعهم في معلقه من الملح ومعلقه من الخل علشان ما يبقاش فيه ريحه، وكمان هحط معلقه صغيره من الكاري ومعلقه صغيره من البابريكا وهقلبهم مع بعض كويس. كالعاده لازم اسيب الرز يتشمع، ما تستعجليش في الخطوه دي علشان الرز ما يعجنش منك. وبعد لما الرز يتشمع هنزل عليه بالشوربه تكون مغليه، ما تكونش بارده برده علشان الرز ما يعجنش، والمرقه تكون فوق ارتفاع الرز ب1 سنتي بس. وطول ما انت بتزودي الشوربه لازم تقلبي الرز علشان الارتفاع ما يخنكيش ويرجع الرز يعجن منك. او لكل كوبايه رز بسمتي كوبايتين من المرقه. وهستمر في تقليب الرز على نار عاليه، مش هغطي الحله خالص. انا بالطريقه دي بضمن جدا ان الرز ما يطلعش معجن. زي ما انتم شايفين كده بستمر في التقليب لغايه لما المرقه دي تقل جدا وما يبقاش فيه مرقه خالص على الرز ولا فيه بقبقه كده زي اللي انتم شايفينها دي. واول ما الميه دي تنشف خالص هغطي الحله وههدي النار جدا على اهدى حاجه، وهسيب الرز لمده 20 او 25 دقيقه بس، ما تفتحيش عليه الغطا خالص، وهيطلع معاكي احلى رز بسمتي مفلفل وكمان طعمه حلو جدا. طبعا لو انت عايزه لونه يكون اصفر تقدري تحطي زعفران او لون الزعفران في الشوربه من البدايه، او لو انت عايزاه حبايه وحبايه في المرحله دي هتدوبي الزعفران او ربع معلقه لون الزعفران في شويه ميه صغيرين، وهتعمليهم بالمعلقه كده بشكل عشوائي على وش الرز علشان يطلع معاكي حبايه وحبايه. وده الرز بعد 25 دقيقه كان مفلفل جدا، كانت ريحته قلب الدنيا. انا عملت معاكم الرز البسمتي المبهر قبل كده في فيديو لوحده، بس الرز بتاع النهارده بطريقه رز الكبسه هيبقى حلو قوي برده لو انت عملتي اللحمه بالشوربه بس. ولما اللحمه تستوي تقدري تحطيها مع الرز او تقدري تحمريها وبعدين تحطيها على وش الرز، وبكده هتكوني عملت احلى كبسه لحمه. وده الطاجن بعد ما خرج من الفرن. طبعا مش قادره اتكلم عن شكله لان انتوا شايفينه، بس كل اللي اقدر اقوله لكم ان كانت ريحته قلب البيت جدا وهو في الفرن، كانت ريحته حلوه قوي. وشايفين الشكل ده هو ده اللي انا كنت عايزه اوصله لما كنت بعمل خلطه البصل، علشان كده ما كنتش بسيبها كتير على النار علشان يطلع شكلها في الاخر زي ما انتوا شايفينه كده، كل حاجه محتفظه بشكلها وقوامها. الفلفل طالع شرايح زي ما هو والبصل واضح جدا، لان بجد حرام تسيبوه يدبل او يتهري علشان بيكون طعمه حلو جدا جدا مع الرز، وكمان بيكون شكله حلو جدا في الطاجن في التقديم. ويا سلام بقى لو عندك عزومه وعملت لهم الطاجن ده بجد هيشرفك جدا، لان كان طعمه حلو وشكله حلو. والبطاطس كمان رغم ان هي محتفظه بقوامها بس كانت مستويه، كان طعمها حلو شاربه من الصوص بتاع اللحمه. وده كان الشكل النهائي، والصوص كان طالع طعمه خطير. وكمان معلقه الزعتر اللي احنا حطيناها كانت مديه لنكهه مختلفه جدا. اتمنى ان انتوا تجربوها بنفس الطريقه دي، كانت حلوه جدا بجد، وكان طعمها وريحتها وشكلها يعني الوصفه كلها على بعضها ما فيهاش ولا غلطه.
ولون اللحمه ده هو اللي انا كنت اقصده من البدايه لما شوحتها قبل ما انزل عليها بالميه. كنت عايزه اوصل للون اللي انتوا شايفينه ده علشان مولعش عليها الشوايه ولا اي حاجه، وده ياخد اللون البرفكت ده. وعلى فكره كمان لو انتوا مش عايزين تستخدموا الفرن علشان الجو حر مثلا، ممكن الوصفه تتعمل من غير فرن برضو في ثانيه، وهترصي البطاطس وهتعملي نفس الخطوات اللي احنا عملناها، وهتغطيها وهتحطيها على البوتاجاز على نار هاديه جدا. وبعد ما تخلص او تستوي ممكن تدخليها الفرن تاخد لون، او هي مش هتكون مستاهله ان هي تاخد لون، الا اللحمه اوريدي واخده لون من الاول، فبرضو هتنفع على البوتاجاز جدا وهتطلع معاكي طعمها حلو جدا. بس انا كنت عايزه اخد طعم الطاجن علشان بيفرق معايا. انا بس بقول لكم البديل ده علشان لو انتوا بتضايقوا من حراره الفرن. بس هي الوصفه كلها كانت قمر جدا، سواء عملتيها على البوتاجاز او دخلتيها الفرن هتطلع بنفس الطعم وهيطلع طعمها حلو جدا. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. انا كده وصفتي معاكم النهارده خلصت، نتقابل ان شاء الله في فيديو جديد، وربنا يحسن ما بين ايديكم. ولو انتوا استفدتوا من الفيديو ده ما تنسوش تعملوا الخير النهارده، اللايك والشير وسبسكرايب للقناه وتفعلوا الجرس علشان يوصل ليكم كل جديد. بحبكم في الله.